السلام عليكم. من اسهل الحاجات في رمضان مهلبية قمر الدين. يلا بينا نعملها، حاجة سهلة وبسيطة وفي دقايق هتنجزيها. يلا بينا على المقادير ونشوف طريقة التحضير. ما شاء الله، شايفين الجمال عامل ازاي. لفة قمر الدين هاتيها وابتدي كده قطعيها. انا شلت بس جزء قطعة صغيرة كده عشان اعمل منها خشاف. تمام، والباقي عملت قطعتها بالشكل ده. تمام، وكوبايتين المية المغلية انزلي عليها، وساعتين 3 كده سيبيهم على جنب، وبعدين تبتدي تحضريها. الحله هاتيها وابتدي انزلي بقى بلتر من اللبن عليها، وابتدي كمان انزلي بالقمر الدين، القمر الدين اللي نقعتيه، وكمان 3 معالق من النشا، وابتدي دوبيه. وهنا في تكايه كده اختياري عملتها، لو حابه تعمليها اعمليها، ومش حباها خالص ممكن تلغيها. تمام، معايا كده فيتراك قمر الدين، خدت منه كده معلقه بحيث ان يديني بس تركيز قمر الدين وطعم ونكهه اعلى. تمام، لكن طبعا لو مش حباها مش تحطيها. 4 معالق من السكر ابتدي انزلي بيهم، وبعدين ابتدي بقى دوبيهم كويس جدا جدا، دوبيهم قبل ما تحطيهم على النار، وبعدين تحطيهم على النار وتبتدي تقلبي فيهم لحد ما القوام بتاعها يتقل بالشكل اللي هتشوفيه دلوقتي، بالشكل ده كده. تمام، دوبيهم كويس جدا لحد ما القوام يتقل. وبعد كده قبل ما تطفي على طول حطي يعني شويه من الفانيليا كده، معلقه صغيره خالص من الفانيليا. تمام، وبعد كده تبتدي تصبيها بالشكل دوت، وبعدين تبتدي كمان تقدميها زي ما انت شايفه كده. وبعد كده تبتدي بقى تزينيها بجوز هند بقى، بزبيب، بعين جمل، زي ما انت حابه اللي موجود بتاعها عندك اعمليه بالشكل دوت، هتزينيه. اشوفكم فيديو جديد، لايك وشير، او هتنسيه. مع السلامه.